السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم دائما في فيديو جديد. نبدأ في بداية كل فيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تشوفوا لي وصفة والاقتراح تاع اليوم اخواتي هي كبة البطاطا، تجي ما شاء الله بطريقة مبسطة، والبنة تاعها ما نحكي لكمش اخواتي، تجي من اروع ما يكون بطريقة شوي مختلفة. مالفين نديرو السفيرية، نديرو العجيجات. اليوم حبيت اني ندير معكم هذه الكبة، طريقتها جد سهلة كما تشوفوا فيها، تجي من أروع ما يكون. والسر واش تخلي هذه الكبة تاعك ما تفتحلكش في المقلاة، كما تشوفوا فيها تجي من أروع ما يكون. نتمنى ان شاء الله مع طريقة تحضير المرق تاعها، نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. هنا فقط نقسم لكم واش تشوفوا اخواتي. كاين حبيبات درتهم بالفرماج وحبيبات ما درتش فيهم بالفرماج، كل اخت دير على حسب المقدور المتوفر تاعها. نحب دائما ندير معكم وصفات تكون اقتصاديه سهله في متناول جميع الاخوات. هنا كما تشوفون نبداو على بركه الله. بسم الله. اول حاجه راح نديروا البطاطا، راح نديروها تغلي نطيبوها، من بعد واش راح نديروا هذوك الكبه تاعنا. هنا جبت كاسرونه درت فيها حبيبات تاع بطاطا، كل اخت دير على حسب افراد العائله تاعها. قطعتهم بالطريقه هذه ما يديوش كامل الوقت. من بعد راح نغسلهم جيدا، ندير لهم الماء الملح وراح نطيبهم. بعد ما يطيبوا نجيب نصفيهم، من بعد راح نربزوهم ولا نمعسوهم كامل مع بعضهم ونتبلوها. وتشوفوا معايا كامل الطريقه. نكمل هذا البطاطا ومن بعد نكملوا مع بعضنا الوصفه تاعنا. الى اول مره تشوفيني اختي، دايما نقول لك مرحبا والف مرحبا، نورتوني وشرفتوني في قناتي وقناتكم بطبيعه الحال مطبخ وتدابير ابتسام. نروحوا نديروا الماء البطاطا تاعنا هذه نديوها تغلى ومن بعد نكملوا. هنا كما تشوفوا خواتي، بعد ما حطيت البطاطا تاعي طيب، جبت هنايا فخذ تاع الدجاج اللي متوفر عندك ديريه، صدر دجاج، فخذ دجاج اللي متوفر يلبي الغرض. هنا جبت حبة بصل، حندير كلش اخواتي بارد في بارد. جبت حبة بصل، اذا بغيتي تسكرب في جهة ولا بغيتي انك ترابيها انتي واش تحبي. من بعد راح نضيف لها، دوك تشوفوا معايا واش راح نضيف لها ثاني. راح نضيفوا حبة جزر، راح نرحيوها خواتي، راح تخلي الطعم تاعها رائع. هنا تقدروا تميكسيو البصل مع الجزر كامل مع بعضهم. بغيتي انك ترحيهم هكا بالرحايه انت ولك الاختيار. انا حبيت نكون ندير كلش هكا بيدي يا خواتي. درت حبه، درت ورقه تاع الرند كما تشوفوا. هذا المرق يجي رائع، يجي بنين، يجي خاثر، يجي ما شاء الله. تبعوا فقط الطريقه والمراحل يا خواتي. هنا بعد ما ربيت كامل هذيك السناريه والبصل، ودرت هنا فخذ تاع الدجاج كامل، ورقه تاع الرند. هنا ندير حبيبات تاع الزيتون بعد ما كنت اخواتي درتهم في الماء فقط. تقدري ثاني كتتبيره ديريهم في الماء وملعقه تاع فرينه راح تنحي لهم كامل هذيك الملوحه. دائما نحب ندير معاكم هكا تدابير ونصائح. هنا جبت ملعقه تقريبا نص ملعقه كبيره تاع المطارد، راح يخلي ثاني المرق هذا تاعك بنين كما تشوفوا خواتي. وفي التوابل درت ملعقه صغيره فلفل اسود، وراح نديروا الملح. هنا درت تقريبا 3 ملاعق تاع الزيت، وثاني ملعقه تاع المارغرين اخواتي باش تبنن هذا المرق. نديهم كامل فوق النار هكا يتجانسوا كامل مع بعضهم. هذوك المقادير يتخلطوا كامل مع بعضهم. القدره تاعنا ولا الطنجره تاعنا راح تقلع على نار هادئه، ونمرق بطبيعه الحال بالماء يكون ساخن بطبيعة الحال اخواتي. نخليو الدجاج تاعنا هذا يتدي التتبيله من هذوك الخضر البصل كامل هذوك التوابل يتبل مليح. ومن بعد راح نمرقو ونديرو معدنوس ولا دبشه ونخليوه اخواتي حتى يطيب. وتشوفوا المرق تاعنا راح هذاك الدجاج راح نحمرو شويه زيت وشويه زبده، نحمروه ونديرو نضيفو الملح بطبيعه الحال ما نساوش. شوفوا هنا اخواتي بعد ما خليته وعطيته حقهم تقلى مليح. شوفوا الدجاج هذاك طاب ما شاء الله. انا راح نضيف له المرق اللي راح يكمل فيه الطياب ونغلق عليه كما قلت لكم اخواتي نخليه حتى يعقد وحتى نطيب هذيك يطيب هذاك الدجاج مليح. هنا بعد ما طاب شوفوا المرق ما خليتش فيه بزاف اخواتي. راح نحي هذاك الدجاج نروح نحمره. والمرق الثومه على حسب الكميه اللي درتوها وعلى حسب كميه افراد العائله بطبيعه الحال. دوكا بعد ما كملنا المرق كامل وطيبناه ونروحوا نقليو هذاك الدجاج نروحوا لهذيك هنا كما تشوفوا خواتي بعد ما طابت البطاطا انا راح نتبلها. درت زنجبيل، ثوم بودره، ملح، فلفل اسود، وراح نمعسها كما تشوفوا بهذه الاداه اللي خاصه بالبطاطا. ومن بعد راح نديروها خواتي ما تزيدوا لها حتى اضافه، واش من بعد ما تفتحناش في المقلاة نخليها كيما راهي نتبلها فقط.
ومن بعد راح نديرها كريات على شكل كبة، معروفة الكبة السورية. احنا راح نديروها كبة جزائرية 100%، وتكون تقليدية هكا. نديرو لها مرقة بإذن الله تجربوها خواتي وتقولوا لي على الطعم تاعها، تجي من أروع ما يكون. راح نمعسها كامل بالطريقة هذه ونولي لكم أخواتي. هنا كيما تشوفوا بعد ما تبلتها، بعد ما ربزتها كامل، جبت جبن مثلثات قصيتهم مربعات صغار. نتوما بغيتو تكثروا كثروا كيما تحبوا، كل وحده على حسب المتوفر عندها. هنا جبت كوريه درت فيها حفره في الوسط، وراح نشكل هنا على شكل كبه. راح نحكم الاطراف كيما تشوفوا بالطريقه هذه، غير شويه فقط نحكمهم هكا، ندير لهم شغل قبه هك صغيره من الاطراف، ونعدل الوسط يكون على شكل مدور اخواتي ولا شكل دائره. نكملهم كامل بالطريقه هذه. ومن بعد كي نكملهم راح نديرهم في المجمد اخواتي. لازم البطاطا هذه ترتاح، ومن بعد ما ترتاح راح نديروها في البيض ونديروها في لاشابلير، ومن بعد نزيدو ندخلوها للمجمد حتى تتماسك جيدا. نخرجوها من المجمد برك، راح نقليوها، ما تقليوهاش وهي مازال ما حكمتش بعضها، ولا مازال ما هذاك البطاطا تاعنا مازال ما بردتش، لازم تخليوها تبرد تماما. واش نقدروا نقليوها ما تفتحناش في الزيت. والسر الثاني انه البطاطا، عفوا، الزيت تاعكم ما ديروش ثاني غازير بزاف، والنار تكون متوسطه، ما تكونش قويه بزاف وما تكونش هادئه بزاف. نحكموا كما شفتوا بالطريقه هذه، نمشيها فقط. على الاول تجيك شويه صعيبه ومن بعد تكمليها بسهوله جدا. انا على الاول درت هكا، بعد كملتها بطريقه مبسطه سهله، ما كانش اسهل منها اخواتي، وتجي رائعه. والشكل تاعها يجي مختلف على البطاطا اللي مالفين نديروها هكا كبه بالطريقه تاعنا، ولا بطريقتهم ابتسام كما تشوفوا. بعد ما كملتهم كامل هكا كما قلت لكم، خليتهم يرتاحوا شويه في الثلاجه، ومن بعد راح نجي نديرهم في البيض وفي لاشابلير، ومن بعد ندخلوهم المجمد. لازم في المرحله هذه بعد ما ديري لهم البيض ولا شابلير تخليهم المجمد، لازم حتى تحسي بهم باللي راهم جمدوا بعد تقليهم اخواتي. هنا اذا بغيتي تخبيهم فقط، هنا فقط كتتبيره، اذا بغيتي تخبيهم ديري لهم البيض ولا شابلير، ديريهم في بورتمونجي فقط، تفصليهم على بعضهم. وكي تبغي تقليهم خرجيهم ديريكت وقليهم، واش ما كي تخليهم يطلقوا راح يفزدوا، راح يتفتحوا لك في المقلاة. هذه كتتبيره فقط اخواتي. نكملهم كامل بالطريقه هذه. والخبز دائما نقول لكم الطريقه تاعو انكم تحمروه في الفرن جيدا. كي يكون عندك كميه بزاف ديريها في علبه مغلقه الحكم جيدا، ولا مغلقه الاغلاق جيدا. ديريها في الكونجيلاتور تحكم لك مده اخواتي، ما يصرى بها حتى حاجه. بغيتو تبلوه ديروا لهم ملح فلفل اسود العكري الكركم، تبلوه المالح، ولا بغيتو ديروه بيحلو خليوه كيما هك فقط. حمروه جيدا باش يعطيكم بنه. نكمل كامل الكبه تاعي هذه بالطريقه هذه، ونروحوا نقليوها مع بعضنا خواتي. هنا كيما قلت لكم بعد ما درتها في المجمد خليتها تقريب ساعتين، نتوما تخليوها اكثر ولا خليوها ساعه ولا كيما تحبوا. هنايا كيما شفتوا وما تجيبوش الزيت غزير بزاف. انايا بعد راني عاودت نقصت خواتي، ما تكثروش الزيت باش ما يتفتحوا لكمش في المقلاة. كيما تشوفوا ما تكثروش في المقلاة الكبه، ديروا ربعها 5 اقليوهم، ومن بعد عاودوا زيدوا قليو اخرين. انا درت بالطريقه هذه، ومن بعد عاودت درت بالطريقه هذه، جاتني عمليه اكثر. شوفوا ما تفتحوا ما صرا بهم حتى حاجه، والشكل تاعهم يقعد كيما راهو، كيما قلت لكم على نار متوسطه، والزيت ما تكونش بزاف. وتشوفوا الطبق تاعنا هاو جاهز بعد ما كملته، يجي من اروع ما يكون، بنين هايل. كما تشوفوا خواتي، نتمنى ان شاء الله الوصفه والاقتراح تاع اليوم يعجبكم. الى عجبكم بطبيعه الحال شاركوا الوصفه مع الاحباب والاصدقاء مع لافامي تاعكم، وديروا لنا جان فضلا وليس امرا. المرقه تاعنا تجي خاثره بالزيتون، تجي بنينه. هذاك الدجاج كما تشوفوا فيه حمرته، جا من اروع ما يكون. الكبه تاعنا كما تشوفوا فيها ما تفتحت، ما صرا بها والو خواتي، تجي هايله، تجي حكمه روحها مع هذيك الرشه تاع، عفوا، مع هذيك شويه معدنوس مع القارص، وتجي البنه هايله. وهنا في الاخير شنو نقول لكم اخواتي، نتمنى وصفتي تاع اليوم تعجبكم. جربوها اخواتي واش تذوقوا البنه تاعها. ان شاء الله دائما الوصفات يعجبكم بطريقه مبسطه سهله سريعه، وباذن الله دائما نواصلوا في الوصفات السهله في الحلو والمالح، ونفتح لكم وتشوفوا الكبه تاعنا تجي من اروع ما يكون. طبق يستحق انكم تجربوه، وباذن الله يعجبكم. دمتم سالمين وفي امان الله.